وتشاهدوا معنا الحلقه الى الاخير، وغادي نعاود الطلب ديالي بنشر هذه الحلقه على كل مواقع التواصل الاجتماعي. واعيد بالنسبه للقنوات اللي بغى ياخذ هذه الحلقه ويعاود يدير لها النشر ديالها، فانا كصاحب قناه او كمسير قناه ديال تحليل الحدث اعطيكم الضوء الاخضر بهذه النقطه. ساتوجه بالسؤال الاول الى اختنا حياه العالمي، وغنقول لها تعاود لينا رجعوها 14 عام. عارف ان الامر ماشي بالسهل، ولكن باش نتوضعوا كاملين في الصوره كمجتمع وكرأي عام، نتوضعوا في الصوره نرجعوها 14 سنه للوراء، وتقول لنا اخر لقاء كان عندها مع الابن ديالها تهامي بناني، وكيفاش الظروف اللي خلاته يخرج وما يوليش يرجع لذاك النهار. استاذ. السلام عليكم. ولدي تهامي بناني. غير الا كان ممكن على حساب المشاهدين نرفعوا الصوت ديالنا واحد شويه باش غير تفضلي غير الابن ديالي تهامي بناني مراهق انذاك والقاصر انذاك. اخر مره كتشوفو كانت نهار 14 شهر 3 سنه 2007 مع الوحده ونص النهار، ما بين الوحده وربع الوحده ونص في الدار. جا دخل للدار. هذيك هي اخر شفتو يومنا هذا. وخوه شافوه مع ما بين 5 وربع ل 5 ونص في المحمديه في الطوموبيله، يعني حتى هو اخر شوفه شافو. يعني من 5 وربع حتى ل 5 ونص ولدنا حي يرزق. اذا من هنا صافي ما تقطع الحبل لا اجتماعي ولا مرئي ولا ما بيننا وبين ولدنا. والقضيه وما فيها هو انه خرج مع الاصدقاء ديالو، مشى للدراسه ديالو. فاذا بك يتضح لي انه ما مشاش للدراسه لا هو والاصدقاء ديالو، بعد ما كان قال لي انني معروض لعيد ميلاد واحد الزميله عندنا في المؤسسه معايا. هذيك الزميله انا لما الزميله ولا الزملاء ديالو يعني معهود انني كنسمع الاسماء ديالهم وكنت عندهم كنت معاهم الى اخره. يعني هنا كيتضح لي اشكال ديال من تما. دازت يومين درت الاجراءات القانونيه من بعد 48 ساعه، درت الديكلاراسيون. يعني تنقط في هذا الكوميساريه كوم كوا الي بورتي ديسبارو. ومن تما خدات السلطات يعني الخدمه ديالها وتكلفت به وباشرت هذا الملف ليومنا هذا اللي انا كنشوفها باشرت ما باشرت ماشي مشكل، حنا غادي نعرفوا الحقيقه. طيب، بالنسبه للاقاويل اللي تقول على تناول المخدرات بالنسبه للابن ديالكم التهامي، شنو ممكن تقول لنا في هذه النقطه هذه؟ ماشي انا اللي قلت المخدرات، هما اللي قالوها، هما اللي صنعوا السيناريو. شكون هما الاصدقاء ديالو والناس اللي باشروا الملف اللي داروا في المحاضر اللي انا طعنت فيها ديال المخدرات. المهم هذيك خدمتهم داروها هما دلاو بالدلو ديالهم، وانا غادي ندير بالدلو ديالي، لانني ولدي انا كنعرفو ما كيستعملش المخدرات. يعني ما عمرو ما جاني مره ولا جوج تيجي من بعد في 6 العشيه كيجي عيان، كنقول له مالك، تيقول لي انا كنت في البحر ما كنت في البحر الى اخره. صافي هادي ما عمرو ما شكل لي اشكال، ما عمرو ما مخطني، ما عمرو ما عصبني، ما عمرو ما يعني هذا هو المشكل دابا اللي كاين. طيب، بالنسبه من بعد ما تنقط ما درتي العمليه ديال التنقيط في الكوميساريه، اكيد ان الشرطه دارت تحقيق مع الزملاء ديالو والاصدقاء ديالو اللي كان معاهم. شنو الاقوال اللي كانوا دلاو بها؟ فين مشى؟ اقوال متناقضه، اقوال كثيره. كل مره تيقولوا في شكل، هذا هو المشكل. مرات تيقولوا بلي راه ما شفناش، مرات تيقولوا ما هزيناش، مرات تيقولوا هزينا حطينا هنا، مرات تيقولوا ما حطيناش هنا راه حطينا هنا، مرات تيقولوا راه هو اللي قال لك نحطوه هنا. يعني المهم انا هما حقيقه كيقولوا على راسهم انهم حبكوا واحد السيناريو، ولكن بكل صراحه تحبك بغباء. لان ملي كتكون شي حاجه ماشي هذيك سبحان الله ربي كيبين هذاك الجانب المظلم كينورو سورتو المظلوم. الولد ديالي من بعد ما تختفى، هذا هو السيناريو اللي كانوا السلطات تيقول لك ودي راه الدراري تيقولوا لنا بلي راه مره كان معاهم ما كانش معاهم، والملف دخل الحبس وخرجته لان حتى شي حاجه ما شاده. ما علاقه اختفاء الابن ديالكم تهامي بناني بعصابه المخدرات بالمحمديه؟
ما عندي حتى تيبان انه عنده علاقه بعصابه المخدرات، والا غنكون ارتحيت. لو كان عرفت ولدي انه شي عصابه المخدرات 19 عام من عصابه جنون، ما تيفهمش حتى معنى ما معنى عصابه، مش من نوع هذه العصابه. نو ما كاين حتى شي. انا كنعرف الدراري صحابو ما كنعرفهمش انا في العصابه، كنعرفهم طلبه تيقراو. زعما الحق هو هذا، ما عندي لاش ندنن، انما كانوا كيستعملوا مخدرات سمعتها ابخي. هذا هو المشكل. انا كنت كنقول ولدي ما يبقاش يمشي مع داك الناس نظرا للمستوى الاجتماعي ديالهم. حنا ناس على قد الحال قال لك لبس قدك يواتيك. هذا هو النصيحه اللي كانت عندي، تنقول لولدي ما تمشيش معهم اكثر منك صافي، وكفى بالله وكيل. اما باش نقول لك عصابه ولا مخدرات لا درايه لي بهذا الموضوع. دازت واحد المده طويله القضيه كانت غادي تدخل للحرب، لكن ربي يلهمكم بالطريق الصواب ودرتوا اعاده تحريك للقضيه. ملي درت اعاده تحريك القضيه تم القبض على مجموعه ديال الناس اللي تتواجدوا الان رهن الاعتقال بتهمه القتل العمد، بتهمه القتل العمد وضد مجهول، بتهمه القتل العمد في غياب الجثه ديال الابن ديالكم. شنو ممكن تقولي لنا على هذه القضيه وعلى هذه التهمه وكيفاش وقعت تكييف، كيفاش درتوا اعاده تكييف ديال القضيه؟ انا اللي كنقول هو ان الناس ياخذوني على قد عقلي، رانا ورانا انسانه قبل كل شيء. ما يمكنليش نقول ولدي ما يمكنليش نتبنى هذه الفكره اللي صنعوها هما مصنوعه محبوكه ان ولدي عايش ان ولدي ميت وبلا ما يعطوني ما يفيد. بغيتي عنصر واحد يغطي على العناصر الاخرى، حتى عنصر ما كاين، لا حوايجو لا سوارتو لا المحفظه ديالو لا ادواتو لا هو لا السوار ديال الدار لا صباطو لا التليفون ديالو لا خبره عطات انه مخدرات، لا ان خرجت هي هذيك، لا فهمتيني. اذا انا الناس يقولوا مسكينه حماقه هذاك سوقهم ولا طفله، ماشي مشكل. انا ولدي واقعيا عايش سيتو احساس الام. واقعيا عايش مادام ما عطاونيش يعطوني مفيد. وما راه بالي عزيز انا غادي نحط السلاح وغنقول ولدي مات قضاء الله وقدره، وهذيك الساعه ندخلوا في ملابسه الموت. اما بعد اصلا الوفاه انا ما منظوماش ليا، ما ضراليش دماغي، حيت السلطات اللي باشروا الملف ولدي سامحهم الله باشروا كيفاش بغاو وكيفاش تعطاتهم التعيينات من السلطات العليا، حيت ولد فلان وولد فلانه وعندك وسير وباك صاحبي ونفسو بيا وزمونيا والى اخره. انا داكشي ما عنديش. وضحي لنا هذه النقطه بالضبط. نعم. هذه النقطه ديال التدخل ديال السلطات العليا الى اخره، بغيناك توضحيها لنا بشكل كبير وتوضحيها للمشاهدين في هذا الباب هذا. مادام كنقول السلطات العليا هي انه مادام ولدي قالوا على انه ابخي 19 يوم صابوا الجثه سوا ديزون تاماريس الى اخره وباشرتها السلطات الامنيه والسلطات ديال الطرف الملكي الى اخره، حتى حاجه ما كاين، حتى حاجه مثبوته، حتى حاجه ملموسه. ايش تدعيو هذوك الناس؟ وانا غادي هذوك الناس انا غادي ندعيهم لان ما داوش ذنبهم كما يجب، او لا شي وحدين مغطين عليهم، ما كايناش. انا المهم هذوك السلطات اللي باشروا الملف ديالي باشروه بلا مباشره، ما باشروش. جميل. نتمنى ان الامور تاخذ في الطريق الصحيح بالمستقبل ان شاء الله. استاذه ليلى، قالت لنا الاخت حياه الان ان يوم اختفاء تهامي بناني كان عيد ميلاد ديال احدى الزميلات ديالو. هل اختفاء ديال تهامي بناني يمكن ان نعتبره جريمه تحت الطلب تقدم كهديه يوم عيد ميلاد ديال هاد الزميله ديالو؟ شكرا لك على هذا الموضوع اللي خصنا ولا بد اننا نهضروا عليه، لان هذا واحد الموروث من الاستعمار الاجنبي اللي كيوصلنا معطل بزاف من نوع من واحد الجرائم او نوع من الملفات، بحال ملي بداو كيوصلونا واحد الجرائم ديال السبعينات اللي كانت متجاوزه دابا اصبحت متجاوزه في اوروبا، وحنا عاد كتوصل لينا وعاد كنبداو المجرمين عاد كيبداو يخدموا بها، بحال كتاخذ صور كدير لها واحد الجسد عاري كتهدد بها الاشخاص، داكشي حنا عاد كيوصلنا داكشي باش نديرو على غرارهم.
فهذه المساله ديال الجرائم تحت الطلاق حتى هي واحد من الموروث. شنو كيوقع؟ واحد الشخص كتكون عندك حاجزات معاه، او لا ما عجبكش فين وصل، ولا ما عجبكش الهندام ديالو ولا الاستقامه ديالو ولا شي حاجه، فكتقلب كيفاش تختار ليه واحد الجريمه اللي غتلفق ليه. فكتكون واحد العصابات، وكاينين في المغرب وكاينين مركزين بزاف في المدن الكبرى لانهم محترفين بزاف، كيختاروا واحد الضحيه اللي عندهم واحد النتيجه من مورا ديك الضحيه، عندهم النتيجه ديال النصب والاحتيال والاموال على المستوى القريب والمستوى البعيد. هذا التخطيط ما كيكونش غير دابا باش غناخذ منك واحد الفلوس، لا، تيكون غناخذ منك الفلوس دابا وفي المستقبل وما بعد ذلك. ما غناخذش غير منك، غناخذ منك وغناخذ من داويك وغناخذ من زوجك وغناخذ من اولادك وغناخذ من احفادك حتى هما. اذا هذا الشيء الجرائم تحت الطلب اللي على المدى البعيد. فشنو تيديروا؟ تيختاروا واحد الشخص اللي نازي وعنده الفلوس ومستقيم وهذه ومديرونجيهم، اما ما عجبهمش في المركز ديالو او لا في الخدمه ديالو او لا شي حاجه، فكيحاولوا اما يحيدوه. وغالبا هذا النوع الجرائم تنتهي بالقتل، وقعات وتنتهت بالقتل فعلا. فشنو كيختاروا كانك يشوفوك شي جريمه اللي غادي تناسب معاك واللي غتكون سهله عليهم، فكيشوفوا كيحطوك في واحد المحيط، كيشوفوا واش مثلا انت كتمشي للحانات، واش عندك العلاقات مع الناس، كيحضروك يديروا كل واحد عنده الدور ديالو. كيمشي كيحدك كيقول لك هذا راه هو كيتحرك مع الساعه 3 مع 4 كيتلاقى مع فلان، كيمشي لهاد القهوه كذا، كيبداو يقلبوا كيفاش غيدوزوا لك. الا لقاوك مثلا كتمشي تسهر وكتمشي للحانات وكتمشي صافي كيمشيو لك من نساء الليل ومن رجال الليل ومن هذه ويفابريكو. لكن سؤالنا الان استاذه ليلى، وهل يمكن اعتبار اختفاء طفل تهامي بناني وقتها ضمن هذا النوع ديال الجرائم تحت الطلب اللي تقدمت هديه في عيد الميلاد؟ احتمال، لانه هنا دابا انا كنت كنشرح لك عاد كنت غادي نجيك بانه تيقدموا الجريمه ملي كيحبكوا الجريمه ما صافي كيوصاو بان صافي غادي يديروا هذا النوع ديال الجريمه وغيلفقوا هذا النوع ديال الجريمه، كيختاروا ليها تاريخ. ما كيبغيوش يختاروا لها تاريخ هكاك عبثا، لا، كيختاروا تاريخ اللي غادي يناسبك واللي انت تقدر تكون فرحان به، واللي هما غيشوفوا داك الغالي ديالهم ديال الحق، يقول لك شتي بغيتي واحد الهديه وها هي الجريمه، بغيتي واحد الهديه وها هو الملف عندك الجلسه نهار الفلاني اللي هو عيد الميلاد ديالك او عيد الزواج ديالك او عيد الميلاد ديال الابن ديالك. فهذا النوع ديال الاختيار ما كيجيش هكاك عبثا، راه كيجي بالدراسه. فاذا كانت هنا تزامن اختفاء هذا الشاب مع عيد الميلاد ديال احد الزملاء ديالو، فلماذا لا يكون هو نفسه هديه ويكون هو نفسه يدخل ضمن اطار هذا النوع الجرائم؟ ما هي مصلحه الزميله ديالو ولا الزملاء ديالو باختفاء ديال تهامي البناني؟ ايوا هذا هو اللي خصنا نطرحوا عليهم، لان حنايا بالنسبه لنا اصلا مختفي، فاحنا خصنا نشوفوا السبب ديال الاختفاء ديالو في ديك السن بالضبط، حيت ما عندوش البطاقه الوطنيه، ما يكونش عارف الهويه ديالو، لانه خص يكون داير بصمات على الاقل كاين واحد السجل ديال السلطات بانه فلان. فانت ملي غادي تاخذوه هو ما عندوش البصمات، هذا يعني ماذا؟ يعني انه طعم العصابات لكي تشكله بحسب ارادتها. فعصابات وحده اخرى في دول وحده اخرى كتاخذ هذاك النوع ديال الشباب اللي واصل هكا 17 16 سنه، كيكونوا مثلا وسيم الخلقه وانه النوع ديالو غادي الاوروبي، ولا العينين غيكونوا زرقاء او لا خضراء او لا هذه، فكيشكلوه على حسب واحد الطفل او واحد الشاب مثلا اجنبي، كيخرجوا له لي كارت ناسيونال، كتخرج له الباسبور، كيخرج ما كيبقاش الانسان المغربي، كيولي انسان كيخدم في صالح هذوك الناس اللي شكلوه على حسب هما الى نوع ديال الخدمه غيخدموا به شي حاجه اللي صالحهم، لانه هما الا جينا نبحثوا في هذا الملف ما صالح حتى واحد انه يموت، ما صالح حتى واحد انه يقتل. شنو تاخذ؟ شنو تربح منه لا قتلتيه؟ شنو تربح منه كاع الا قرضتيه مثلا فريق او لا تخلق لك او شي حاجه؟ اذا كان بصح وقعت له هذا الوفاه، هذا الشيء راه ليس هناك ما يمنع من اخبار السلطات. حنا ملي غادي نمشيو نشوفوا التواصل فيما بينهم غادي نلقاوهم انهم عيطوا للمغرب كامل الا ل 15 و 19. ال 15 و 19 هذوك الارقام كنقراو فيها في الابتدائي، تيقولوا لنا لو وقعتكم شي حاجه اول حاجه 19 البوليس و15 الوقايه المدنيه. فهل يعقل انك امام واحد الحاله شائكه صعبه اللي ما تقدرش تحلها وما تعيطش للسلطات؟ اذا ما حميتيش نفسك وما حميتيش الاخر.
ما خاصش الدوله تتابعهم والسلطات تتابعهم من اجل التستر على واحد الخبر ولا هذه، لان ليس هناك خبر. هذا اذا ما مشينا بالمقوله ولا المفهوم اللي تيقول بان تهاني البناني راه توفى يعني في ديك اللحظه ممكن نشوف هذا الامر هذا. ولكن الاستاذه حياه في النهايه ديال الكلمه ديالها الان قالت لنا بان عطاتنا ما يفيد، وقالت لنا بشكل عام ان هناك اخطاء اللي تمارست في البدايه. شنو اللي ممكن تقولي لنا على هذه الاخطاء اللي تتمارس اثناء مزاوله العمل من طرف الضابطه القضائيه واللي تتنتج عليها اخطاء مستقبليه بالنسبه للناس اللي في هذه القضايا؟ نعم، حنايا نتكلم الان بشكل عام. لا حنايا مثلا حنا في المغرب عارفين باننا عندنا واحد النظام ديال المدينه وديال الحي وديال الحومه. هذا الشيء معروف، معنيته انك اي مواطن فينا الا وكتعرف جميع التحركات ديالو، بحيث اننا عندنا واحد العنصر خطير في الاجهزه الامنيه وهو المقدم. وتحيه للمقدم من هذا المنبر لانه هو رجل خطير. علاش؟ لانه تيقدر يقول لك شكون اللي جا عندك، شحال كليتي، شحال من الضياف كانوا عندك، شكون اللي بات عندك، شنو درتي، غير من خلال النفايات ديالك. اذا لقيت 8 ديال البنانه تعرف بيتين عندك 8 ديال الناس. هي يقال عنهم بين قوسين العيون التي لا تنام. العيون التي لا تنام، وتحيه لهم. يمكن المغرب كيغلب في بعض الاحيان بعض الجرائم الخطيره بهذا الشخص اذا كان نزيه، وانا قلت لهم تحيه المقدم اخطر عنصر في الجهاز الامني. تحياتنا المقدميه للنزهه طبيعه الحال. فما يمكنش انا تقول لي بعد 19 يوم عاد لقاو واحد الجوزه في واحد البلاصه في واحد الغابه في واحد شنو كتقول، والمقدم الا خطا جيتي تدفنها كيوقف لك على راسك. الا درتي كذا هي كيجيب لك تحقيق ديال شنو درتي كيفاش درتي. فما يمكنش فينا هو هذا المقدم ديال الحومه اللي 19 يوم هو نائم ولا ما كانش خدام ولا عنده اجازه، راه كيكون عندهم اللي كيبلاصيهم. فانا ما تقولش لي عاد لقاوه، عاد قرروا يقولوا لقاوه، وهانتوما اللي قررتوا تقولوا لقاوه واش هو بعدا اصلا ماشي هو يدير وحده اخرى. حتى ديك الناس المارينه ديال الجوده الاخرى حتى خصهم يجيو ويسولوا على راسهم. الناس هما يمكن تكون تسجلات ديالهم دابا مجهول، كلشي مجهول. حنا عندنا في المغرب كلشي مجهول. واخا استاذه، نعم. من بعد مرور 19 يوم كيف قالت لنا الاستاذه غيدا الان قالوا لكم ان لقينا واحد الجثه. نو غوتوا عليكم شفتوا الجثه؟ لا سمح لي 19 يوم هذه قريناها في المحاضر اللي دارت 2019. انا كله ما تيقالوش اخبار، انا كنقول انكم غير معنيين في الوقت ديال الاختفاء. وانا درت اول نداء في برنامج مختفي، ماشي حلقه، نداء، ودرته في نهار 2 شهر 5 2008، يعني عام. اذا عام وانتم انا دايره نداء ومختفون راه جهاز لا يستهان به دائما من ناحيه الاشهار والاعلام، كيف كان خصهم. اذا المغرب كله عارف، منهم السلطات منهم المدني الى اخره. كيفاش ما تكاش هنا يكونوا خطا، السلطه القضائيه ما اتصلتش بك وقالت لك بان راه لقينا الجثه. هذه القضيه ديال الجثه ما بانت حتى 2019. لا السلطه تجي عندي للدار وتقول لي لا ما باقيش تعاود تقلب على ولدك. هذه الحضاره انا كيجيني ما باقيش تقلب على ولدك. لا راه كانت شي حاجه حنا غنجبوها لك. اجي لا ما يكونش ولدك حرب. هادشي مزيانه هذه الا كان ولدك حرب معناتها انا ما حاضر والو، فهمتي؟ كيف يعقل يقول لك واش لا هو ضابط الشرطه ويقول لك واش ولدك حرب؟ اذا انت شحال الناس اللي حاربوا بلا ما انت ما عارفش شكون اللي كيوقع. والشرطه في هذا الملف هذا ما دارش الخدمه ديالها. وحتى ان قلنا انه انه حرب، تيقول لنا الشرطه خط احمر في كل حلقه ما تيخلونيش نهضر. انا من النهار الاول بان لي التلاعب، كنقولها من هذا المنبر، التلاعب ديال رجال الامن اللي باشروا هذا الملف، ماشي كلهم اللي باشروا هذا الملف هذا. اما فيما فيزيتو كاين نازي وكاين العيان وكاين مزيان. انا كندوي على الناس اللي باشروا الملف ديالي شطط في شطط، يعني داكشي مفتعل وعندهم تعليمات انهم ما يوصلوليش
وكيف ما قلبت كيعطيوني لمصلحة من؟ لمصلحة من هذا التجاوز؟ لمصلحتي هذا هو السؤال الجوهري. وآباء وأولياء هاد الناس دابا اللي مشدودين وما جاورهم بذكورهم وإناثهم. هاد الناس اللي مشدودين شكون هما؟ اللي مشدودين حاليا اللي تعتقلوا في 2019 شكون هما هاد الناس؟ الأصدقاء ما دمت أنا النهار الأول شكيت واحد الأصدقاء هما اعتقلوا أصدقاء. الشيء الآخر باقي في الكواليس هو غيبان. ان شاء الله باذن الله. تم اعتقال الاصدقاء رغم الشكايه ديالك واتهموهم بالقتل العمد. بالقتل العمد في غياب الجثه. وضد مجهول. كيفاش ضد مجهول؟ ضد مجهول. ضد مجهول بغيت نوضحوها ليا. القتل العمد ضد مجهول. بدون جثه وضد مجهول. ما فهموا انا ما فهمتش هاد التهمه. هذا السيناريو كان محبوب باش نشوفوا باش يكون عنده واحد النهايه. حنا درنا التكليف هبسنا داك النهايه. هي النهايه. النهايه ديال والمهم الجثه ما كايناش والدراري مشدودين ضمن العدوان ايوا وصافي لا ما غندير ما غتعرفوا والو. انت كتقلب على ولدك ما تعرفوش. بغيتكم الله يخليك استاذه تشرحي لي النقطه ديال ضد مجهول. ضد مجهول قتل العمد في غياب الجثه وضد مجهول، وكاين الناس معتقلين على بتهمه القتل العمد. لان اللي عارف انا ملي تنقولوا ضد مجهول معناه ما كاينش عندنا شي متهم خصو يكون وراء القضبان. حاليا يوجد متهمون داخل وراء القضبان متهمون بالقتل العمد في غياب الجثه. الام ديالو تقول بان الولد ديالي مازال ما توفاش. هاد الناس معتقلين هاد الناس لا حتى انا غنمشي معاك في الطرح هذا في غياب الجثه نقول هذا الدري هذا مازال عايش. كان طفلا قصيرا وقت اختفاء ب 16 عام ونص. تسميح لان في الحلقه اللي فاتت مع الحوار اللي درت مع الاستاذه كنت قلت 13 عام ونص واختفى ب 16 وصحتها لنا في التعاليق الاخت حياه قالت لنا عنده 16 عام. حاليا بعد تقريبا 14 عام حاليا راه ولا شاب 30 عام. اذا كيفاش هذه القضيه ديال مجهول ضد مجهول؟ وضح لنا. اولا مازال كيتعتبر قاصر لان في القانون حنا كنمشيو في الجريمه في الوقت اللي كيكون وقعت ليه في السن ديالو اللي وقعت ليه. مازال لحد الان مازال تعتبر قاصر امام القانون. ثانيا ان المساله ديال تكييف الجريمه فقاضي التحقيق ووكيل الملك عندهم كامل الصلاحيه وكامل السلطه وكتدخل في المهنه ديالهم انهم يوجهوا الاتهام اي نوع من الاتهام لاي شخص بغاو، سواء يقولوا له انت قاتل انت مجرم انت درتي انت فعلتي. وعندنا حنا في الفصول في القانون هذيك الفصول اللي غادي نتابعك بها. انا مثلا بغيت نتابعك من اجل القتل العمد وغادي نختار لك الفصل اللي غادي نحدد لك سطر المتابعه. صك المتابعه كيتسمى صك المتابعه. فانا ملي كنسطر لك واحد الجريمه اللي انا ارتئيت بالبحث ديالي وشنو قالوا لي البوليس والشهود وداكشي حيت كيكون وكيل الملك ولا كيكون قاضي التحقيق عنده قناعه كيكون قناعه من خلال داك المحاضر من خلال شنو كيجيبوا ليه من الاخبار من خلال باش يعطي واحد التخريجه لهذاك الملف. فهو ما كيمكنلكش تلومو وتقول له لا انت غلط علاش درتي تكيف بحال هكا وداكشي. لا حيت هو دخلات في القناعه ديالو كقاضي لانه هو القاضي الواقف. لان النيابه العامه كتدخل ليه انه السلطه في الاتهام يتهمك يقول لك انت شفار انت قتال. شغلو هذا شنو اللي كيوقع بانه ملي انت كتشوف بان ديك راه ماشي قتل اللي سطر هو ويمكن لك تقول له علاش سطرتيها حيت سطرها ودار ليها عليها التبعيات دار ليها الاعتقال دار عليها كيقول انا هذاك يمكن لي هرب ليا حيت هربوا بزاف في هذا الملف هذا غادي يقول انا ملي غيهرب ليا غادي نعتقل انا ملي غيهرب ليا. ويقدر داك الاعتقال يجبد ليه معلومات وديك المعلومات هي اللي غيوظفها هو في يعطيها القاضي الموضوع اللي القاضي الموضوع غيحكم بالعقوبه السجنيه والحبسيه. داكوغ دونك بجوجهم اجهزه واحد خصو يعطي المعطيات ديال المتابعه. كيجي قاضي ديال الموضوع كيقول لك تابعك السيد وكيل الملك بهذا النوع ديال التهمه اش كتكون القتل العمد كيوجه انا مازال استاذه ما وضحتيلناش ضد مجهول. كيفاش غادي قتل العمد انا متهمك انت اكس او لا يكريك متهمو بقتل العمد
ضد مجهول. غير ملي تنقول ضد مجهول يعني القاتل غير معروف وغير معروف وملي تنقول انت متهم بالقتل العمد يعني انت راه قتلتي، وكما هنا راه تناقض في التهمه. لا ماشي تناقض. احيانا النيابه العامه هي اللي كتخلق داك التناقض، حيت داك التناقض كيقدر يوصلها للحقيقه. لان بيان سور لانهم في الابحاث ديالهم كيقولوا لا سيدي ماشي مجهول، ها هو فلان فلاني اللي وقع، غير وقع لنا خلط ما بين جثه الفلان فلانيه وجثه الفلان فلانيه، وبان هذاك راه مراه ماشي راجل، وهذاك غير ولد ماشي شيخ او لا شاب او ناري. فبعض المرات ما كيلقاش الوكيل ولا قاضي التحقيق ما كيلقاش واحد الحاجه ملموسه اللي يشد بها الملف، فكيمشي في واحد الاتهام وانت ديك الساعه دافع على راسك. انا شكيت فيك حيت هو عنده الحق يوجه لك تهمه حيت شك فيك، واش فهمتيني؟ والشك دائما يفسر صالح المتهم. علاش؟ لان انت شكيتي فيه، ولكن انا عندي الحق ندافع على راسي. انت قلتي لي انا قاتل، غنقول لك شكون قاتل، كيف شتيني قاتل، وقتاش لقيتيني قاتل، اي نوع ديال القتل، واش لقيتي شي تلبس شي اداه شي حاجه. فانا غادي نكمل لك الشرح باش نوصل لك الدفاع. دور الدفاع في القضيه هي انه تيجي امام النيابه العامه وامام الهيئه تيقول لها وجهتي التهمه الموكل ديالي بالقتل، ياك؟ انا تنقول لك بانه ما كيمكنلكش توجه ليه بالقتل. علاش؟ حيت غنقول ليه الفصل في القانون تيقول لك اذا ما كانش الاداه وعندك الاركان الجريمه من الركن المادي والركن المعنوي والعلاقه السببيه ما يمكنلكش، حيت واحد لابد توفر اركان الجريمه. عاد يمكن لك توجه، غادي يقول له انت كتقول مجهول وهو ركن ما كاينش، انت كتقول العمد راه خصو النيه، خصو الركن المعنوي، واش هذا الشخص بقى كيخمم وخطط ودار وهادي وشاداه، فين هو الاثبات؟ دونك في هذه الحاله كيولي الدفاع كيدافع على اساس الموكل ديالو، وكيولي الخصم في واحد الخانه ديال الضعف. علاش؟ لانه ما عندوش كيفاش يقول هذاك لا بصح انت اللي قتلتي لي في غياب الجثه يستحيل ان تثبت هذه. ولكن شنو القانون تيعطيك الحق باعاده تكييف القضيه، باعاده طلب تكييف القضيه للهيئه بناء على الفصل 432 من قانون الاصلاح المدنيه اللي تيقول لك الجنائيه عفوا اللي تيقول لك انت تهمتي بحال دابا واحد تهمتيه بالخيانه الزوجيه، غادي نجي انا غادي نقول لك وتشاد وهذه حيت القاضي والنيابه العامه تهمته بالخيانه الزوجيه وبغاتو وشداتو على الخيانه الزوجيه. غنجي انا الدفاع ديالو غنقول له لا سيدي القاضي، لا سيدي الوكيل، هاد السيده هذه ولا السيده اللي شديتيه بالخيانه الزوجيه، الخيانه الزوجيه ما توفرش الاركان ديالها ديال الجريمه اللي هي التلبس واللي هي المحضر والاعتراف. اذا انا ما غاديش غنطلب لك تعاود تكيف لي الله يخليك القضيه وتحيدها من الخيانه الزوجيه، لان خصك الخيانه الزوجيه راه خصو يدخلوا عليك للدار ويلقاوك بالتلبس، سواء هنا في التشريع المغربي او في التشريع الاسلامي. فبالتالي انا غنطلب منك المحكمه تعاودي لي التكييف القضيه. انا ما كنقولش ان هذا الموكل ديالي ماشي مذنب ولا ما دار والو، ولكن راه ما دارش هذيك، ها شنو دار؟ كتشرح انت المحكمه هذاك الفعل اللي انت ارتئيتي انه خصها تعاود تكييف، كتقول له اودي هذيك راه ماشي خيانه زوجيه، هذاك راه فساد مثلا. نفهم من هذا الكلام هذا لان مشيتو في مسار ديال اعاده تكييف القضيه. ماشي حنا مشينا اعاده تكييف، حنا طلبنا طلب للمحكمه وهذا من حقنا بناء على الفصل 432 من قانون الاصلاح الجنائي اللي كيخول لنا اثناء الجلسه وباقي كاين لان مقاضى الموضوع اننا نتقدموا بواحد الطلبات اللي كنقولوا للقضاء والهيئه المحترمه باننا حنا هذاك الجرم اللي تابعتي به هذوك الاشخاص راه ماشي هو اللي حنايا درنا النهار الاول، ان السيده حياه دارت النهار الاول الاختفاء والاختطاف، واخا يقول لنا هو لا 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 راه السيد الوكيل يتابعوا بحال هكاك، هذيك كتبقى في الخدمه ديالو في الاختصاص ديالو وهو عنده السلطه، انا قلت سلطه الملائمه والسلطه التقديريه وسلطه تكييف القضيه. لكن حنا تنبقاو متشبتين بالطلبات ديالنا وتنقولوا ها علاش وعلاش لابد خصك دير المبررات. شنو الطلب ديالكم اليوم؟ حنا الطلب ديالنا اعاده، حنا ماشي الطلب ديالنا اليوم، حنا الطلب ديالنا قدمناه للمحكمه باداء عن المطالب ديال المدنيه بوصولات اللي كنشرح بانها الوصل هو العلاقه الاساسيه ما بين المواطن والمحكمه، لان بدون الوصل لا يعتد باي طلب. انا سنقولها دابا للمواطنين ونقدروا نديروا عليها حلقه كامله ان شاء الله. بوصولات
وادينا على ديال الصندوق لان معناتها عندنا علاقه التعاقد مع المحكمه، فحطينا الطلبات ديالنا وكتبقى رغم اننا حطينا الطلبات ديالنا وايدناها بقرارات ديال المجلس الاعلى وديال محكمه النقد، كتبقى السلطه التقديريه مازال ديال قاضي الموضوع اللي عنده السلطه اما ينظر في هذه الطلبات ويستجب لنا اما يستبعدها، وفي كلا الحالتين خاصو يحل لهم يعطي التعليل، يعطي ضروري التعليل، لان حنا تنعرفوا بان اذا كانت المساله امام المحكمه الابتدائيه كتبقى عندك مراحل ديال الاستئناف، كتبقى عندك مراحل النقد لتطبيق القانون، وتمشي كل واحد كيبقى متبع المسطره ديالو. واخا اختي حياه، تعرضتي مؤخرا لتهديدات عبر اتصالات هاتفيه من طرف مجهولين، حول ماذا كانت هذه التهديدات بالضبط؟ هذا الاتصال الهاتفي اللي جاني بعض ما يقول مدام حياه ولا استاذه حياه ولا السيده حياه ولا المرحومه حياه. مرحومه حياه بمعنى المهم فهم المرحومه حياه. قلت له علاش المرحومه ما كنخافوش من الموت، حنايا راه موت وحده كاينه الا غير المهم. شنو كان الهدف ديالهم من هذا التهديد هذا؟ نرجع للور، ما تابعيش الملف، ما تقلبيش على ولدك. يقول لي بعدين هذا الملف راه مشكله، راه يديروا لك الاولاد، راه يديروا لك انتيا. انا لا اخاف ولا اهاب احد، خوفي من الله سبحانه وتعالى. تحيه نضاليه الاخت حياه وعلى الاستمرار ديالها وعلى الصمود ديالها في مواجهه هاد اللوبيات ديال الفساد اللي كاين عندنا في هذا المجتمع هذا من اجل البحث عن الحق ديال الابن ديالها والمصير اللي تعرض ليه الابن ديالها. استاذه عندي واحد المداخله استاذه. تفضلي. غير باش نوضح الراي العام، بحال اللي كان لهنا هو الراي العام كيشاطرني رايي، غير كان ممكن نوقع واحد الشيء الراي العام تيشاطرني رايي زعما كنبقى فيه الى اخره وتيدير كومونتيرات مزيانين، لكن شي وحدين سامحهم الله الله يهديهم تيقولوا هاد المراه مسكينه ما بغاتش تشفق على ان ولدها مات، ولدك لا راه مات. انا بغيت هذا اللي تيقول هذا الكومونتير الله يجازيه بخير مشكور يعطيني الدليل، وما نتمنالوش حالتي، ما نتمناش يقولوا شي واحد من عائلتك مات بدون دليل، ما نتمناهاش العدو. اذا انا كنردد على ان قضيه ديال ولدي داخلين فيها ذكور واناث، ولدي كنسال على عيد الميلاد ديال واحد الفتاه، وداك الفتاه انا كنعلمني بها انه عنده عيد الميلاد ديالها، وهذيك الفتاه كنقولها ونعاودها اللي دابا راها سوديزون خرجت لبرا ماشي مشكل، شحال من واحد انسحب، شحال من واحد مشى لبرا، وشحال من واحد العلبه السوداء وماشي وحدها، هي واختها واللي كانت معاها الى اخره، درسنا وياها في بنطلون، المهم راه عارفه. المهم العلبه السوداء، وكان ما كانتش عارفه كاع ما تسافر وتمشي تخرج لبرا، لا هي ولا الصديقه ديالها الحميمه انذاك اللي كانت صديقه ديال ولدي حتى هو يعني عارفين شنو كاين، وانا باش نعرف باش ما نبقاش انا كنضرب واحد الدوامه ولا واحد لابيغان، هو الخبره، الهواتف نتبعها من الاول حتى الاخر، من النهار اللي خرجت 8 الصباح ولا ميم افون باش نعرفوا شنو كاين، اللي كانت شي حاجه مفبركه، شي حاجه مهيئه، شي حاجه مبيته نعرفوها. الخبره هي اللي غتبين، انا كنت شبت في الخبره، نموت ونحيا الخبره هي اللي غتبين كلشي. درت واحد المعلومه انه السيده حياه راه مازال دايره الشكايات، ضد هاد الافراد ديال العصابه وضد الاشخاص اللي كتوجه لهم الاتهام وديك الشيء، فبالتالي انا تنشوف سيدي حموش دارت لهم كاملين. فانا في نظريتي شنو السبب اللي ما غيجعلوهمش في المراقبه القضائيه؟ راه خصهم يكونوا في المراقبه القضائيه، لان المراقبه القضائيه كتعطيك التسلط على الهواتف وعلى التواصلات وعلى فين مشاو ويجاو، شكون اللي مشى تلاقى مع الاخر، وشكون اللي باغي يعتق، وشكون اللي خايف، وشكون اللي راه هذا ساهل هادشي، ماشي زعما شي حاجه صعيبه باش انك ما تلقاش هاد الشبكه، راه غادي تراقبها، غادي تلقاها، لان لا خليناها راه غادي يديروا مسائل في الداخل، وربما يكونوا داروا مسائل في الداخل حنا ما عارفينهمش.
لان هادشي ديال الاختفاءات راه ولا خطير، كيكونوا شباب هكايا كيمشيو كيختفيو ما كيعاودوش يرجعوا، واللي كيكونوا مشتبه فيهم كيهربوا للخارج. ولكن هذه المساله ديال الهرب للخارج فحنايا عارفين بان هناك مذكرات في البحث الدوليه، وحيت طلبناهم وعرفنا بان كاين الزاميه الحضور ديالهم في الجلسات، فغادي نديروا مذكرات البحث على الصعيد الوطني بطلب السيد الحموشي لان غنمشي يجيبها.